اهلا بيكم، معاكم سارة. النهاردة هعمل معاكم وجبة غدا المستعجلين. معروف ان هو عبارة عن مكرونة وفراخ. النهاردة هنعمل المكرونة بالصلصة، طعمها حلو ومختلف شوية، في نكهات بسيطة بس هنضيفها، وتكون مكرونة بالصلصة متحبشة كده وطعمها حلو. وهنشوي الفراخ وبتتبيلة تحفة جدا جدا. تقريبا الاكلة كلها مش هتاخد معانا ساعة، اقل من ساعة ان شاء الله. في وسط الفيديو هقول لكم ايه اللي تحضروه يكون جاهز عندكم، تقدروا تستخدموه على طول لو انتوا بتشتغلوا، فترجعوا كل حاجه تكون جاهزه معاكم، ما تاخدش وقت خالص. معاه طبق سلطه كده، خلاص قدمتي احلى وجبه غدا. ولو عندك عزومه تقدري تعتمدي كمان الوصفه دي معاها شوربه، مثلا شوربه خضار، شوربه لسان عصفور. وكام وصفه كده بسيطه خالص من على القناه كمان. تقدروا تخشوا على المشاوي، تقدروا تخشوا على اللحمه، اي وصفات تانية، سلطات كمان. تاخدوا اللي انتوا عايزينه وتكملوا السفره بتاعتكم. فجربوها بجد هتعجبكم جدا. يلا على طول نبدأ نشوف ازاي هنعملها. اول حاجة هنبدأ بيها الفراخ، عشان الفراخ نسيبها في التتبيلة شوية، واكيد كل ما هنسيبها كل ما هيبقى الطعم بتاعها احلى واحلى. الفراخ تكون مغسولة كويس جدا، ونكون نقعينها كمان قبلها بفترة في مية وخل وليمون وملح. التتبيلة بتاعتنا النهاردة هتكون عبارة عن البهارات اللي هنستخدمها، هي عبارة عن ملح وكمون وبهارات مشكلة وبابريكا. بس ده كل اللي هنستخدمه من البهارات البودرة. محتاجين زعتر، روزماري، ويا سلام لو كانوا دول فريش هيفرق في الطعم جدا جدا. فص او اتنين او تلاتة لو انتوا بتحبوا التست كده بتاع التوم يكون باين، فكتروا زي ما انتوا عايزين. انا بحبه كتير، احط 3 4 فصوص ما عنديش اي مشكلة. كزبرة وبقدونس مفرومين ناعم، عصير ليمون، زيت زيتون او زيت عادي زي ما انتوا حابين، خل، انا بستخدمها خل التفاح او الخل الابيض عادي، ومستردة، اي نوع مستردة يكون عندكم. هنبدأ نحط كل حاجة على بعضها، البهارات على البقدونس والكزبرة وكمان الأعشاب، الروزماري والزعتر والثوم، ونظبط الملح بتاعنا كمان بعد ما نحط كل التتبيلة مع بعضها، عشان بعد كده مش هنقدر طبعا ندوقها بعد ما نحطها على الفراخ. فدي آخر مرحلة عندنا نقدر ندوق فيها الملح. هضيف الزيت، عصير الليمون، هنقلب كل حاجة مع بعضها كويس جدا. لو انا هخلي الفراخ فتره قليله او مش هقدر كمان اسيبها فتره قليله في التتبيله، بعمل فيها فتحات صغيره خالص كده زي ما انتم شايفين بالسكينه، عشان تخلي التتبيله تدخل بسرعه طول ما هي بتستوي. تاني حاجه بتسهل معايا السوا بسرعه، ما بتاخدش معايا وقت كمان. هبدا احط التتبيله جوه الجلد كده وادخلها، وبعد كده اقفل الجلد، وبعد ما اخلص كل الكميه كلها هبدا كمان احط على الجلد التتبيله اللي باقيه عندي. ولو انتوا بتشتغلوا زي ما قلت لكم ممكن نتبلها ونسيبها كده في الصينيه بتاعتها، ونقفلها بورق زبده او ورق فويل عليه ورق زبده، وندخلها التلاجة ونسيبها لحد تاني يوم. قبل ما تنزلوا الشغل هتطلعوها وتحطوها على الرخامه كده او تحطوها على البوتاجاز، وتسيبوها تبقى بدرجه حراره الغرفه لحد ما ترجعوا. اول ما ترجعوا ايدوا الفرن على اعلى درجه حراره على طول. وبعد كده روحوا بقى شوفوا انتوا وراكم ايه تاني عايزين تعملوه. على ما يكون ساخن 10 دقايق كده ترجعوا تحطوا الصينيه في الفرن، وتسيبوها تستوي مع نفسها نص ساعه، وتروحوا موطين درجه الحراره على 200، وتسيبوها تكمل سوا. وبعدين تشوفوها لو لقيتوها ان هي خلاص كملت سوا، نشيل ورق الفويل ونسيبها تحت الشوايه لحد ما تكون خدت اللون حلو. طبعا زي ما اتعودنا اللي احنا بنيجي كده بالسكينه عند العظم، لو دخلناها وطلع منها دم يبقى لسه طبعا ما استوتش، طلع منها ميه يبقى فاضل لها حبه صغيرين وتكون استوت. ما طلعش منها اي حاجه يبقى خلاص كده تمام استوت. هنشيل الفويل خالص ونطفي الفرن ونقيد الشوايه ونسيبها براحتها في الرف الوسط. ما نعليش الشوايه قوي عشان ما نلاقيش ان في اماكن اتحمرت واماكن لا. اما نخليها تاخد راحتها تحت الشوايه بتتحمر معانا بلون حلو، وتبقى شكلها في الاخر خالص حلو. وعشان نعمل صلصة المكرونة اللي هتخلي المكرونة بتاعتنا كده مختلفة شوية النهاردة عن التقليدي، نحتاج فيه عصير طماطم، بصل، توم، ملح، فلفل، كمون، بابريكا، زعتر، 3 اكياس من الكاتشب او 3 معالق كبار، زيت، باربيكيو صوص، مستردة، صوص الورشستر. والطريقة مفيش ابسط منها. في حلة على النار تكون سخنة هضيف معلقتين كبار من الزيت واسيبها لحد ما تكون سخنت. اضيف البصل والثوم واقلب كده مع رشه من الملح، لو احنا عايزينه يدبل معانا بسرعه، ياخد بس كده تشويحه 2 3 اشم الريحه بتاعته. على طول هضيف الطماطم، معاها معلقه مستردة، معلقه باربيكيو، معلقه من الورشستر صوص، الكاتشب، البهارات، وهنقلب كل حاجه مع بعضها ونسيبها تغلي كده حبه حلوين، يعني مش عايزاها تكون متسبكه قوي ولا انها تكون لسه فيها ميه كتير. المكرونه مش هنسلقها ولا نعمل فيها اي حاجه، هنعملها كلها في حله واحده. حرفيا وجبه النهارده سريعه جدا جدا،
ومع شويه النقط اللي انا هقول لكم عليها عشان تخلوها اسرع واسرع لو انتوا بتشتغلوا، حرفيا مش هتاخد منكم وقت خالص. بعد ما الصلصه وصلت للمرحله اللي انتوا شايفينها دي، ممكن بعد كده اسيبها لتاني يوم زي ما اتفقنا. لو انتوا بتشتغلوا يبقى كده جاهزه معاكم، مجرد بس ما ترجعوا هتحطوها على النار، هتحطوا عليها المكرونه الكميه اللي انتوا عايزينها، وهتضيفوا عليها ميه عاديه مش مغليه، وتسيبوها تستوي مع نفسها. الطريقه دي بتحتاج بس كده اول 5 دقايق 4 دقايق من السوا بتاع المكرونه. نقلبها كده مرتين 3 4 عشان ما تلزقش معانا في الحله. ودوقوا كمان الملح بتاع الصلصه وظبطوه. كميه الميه اللي هتضيفوها هنا هي اللي هتحدد بعد كده الصلصه معاكم كميتها كبيره ولا كميه صغيره. زي ما انتم شايفين كده دي الصلصه بقت عندي، المكرونه كده فيها صلصه حبه حلوين كده، وفيها صلصه كتير، يعني انا بحبها كده. لو انتوا بتحبوها مجرد بس الصلصه خفيفه فتقللوا الميه عن كده، تبقى مستوى بس المكرونه مغطيه المكرونه، دي معناها ان هي خلاص هتطلع لنا المكرونه حواليها حبه من الصلصه. عايزينها تبقى اكتر نزود مقدار الميه عن المكرونه بشويه، بس اكيد طبعا ما نملاش الحله كلها بالميه يعني، وتبقى كميه ميه اوفر قوي على كميه الصلصه، فهتبقى الصلصه بتاعتنا طالعه خفيفه. كل حاجه بالنظر كده يعني. وده الشكل النهائي للفراخ بتاعتنا بعد ما استوت وخدت لون حلو كده تحت الشوايه، وكمان شكل المكرونه بتاعتنا والصلصه الحلوه بتاعتها. جربوها، انا متاكده بجد هتعجبكم جدا. اقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفات جديده، والسلام عليكم.